عليكم. إن شاء الله اليوم هنتكلم عن كورس مهم جدا إن شاء الله يعني، ألا وهو ال Introduction to Three Statement Model. تمام. في الموديل ده إن شاء الله هنتعلم إزاي نعمل أو نربط ما بين القوائم المالية الثلاثة، سواء ال Income Statement أو ال Cash Flow أو ال Balance Sheet. تمام. بحيث أي تغير في ال Assumption أو في ال Drivers أو محركات الأداء يعني يظهر أثرها في الثلاث قوائم. تمام. الموديل ده أكثر عملي، لكن قلت إن أنا أسوي يعني مدخل أو ريكاب كده أو أوفر فيو عن الموديل، بحيث إنه تكون فاهم الستيبز أو فاهم الخطوات اللي هنشتغل عليها في العملية. تمام. فما ألتزم بالسلايدات تفصيليا يعني، لكن أديك المهم واللي هيفيدك أو اللي هينفعك أو اللي هتطبقه خلال التطبيق العملي يعني. تمام. هنا بيقول لك يا تعلم إزاي تربط ما بين القوائم المالية الثلاثة. تمام. هتفهم أحسن، يعني هتفهم إنه في قواعد عشان تعمل بيست براكتس للموديل يعني. تمام. كذلك هنستخدم أو هنبني financial projection أو تنبؤ مالي باستخدام historical data أو البيانات التاريخية، وكذلك الأسامبشن اللي هي الافتراضات. تمام. بعد كده تقدر توازن أو تعمل بالانس بحيث ما يكونش الموديل صعب جدا ولا يكون سيمبل. تمام. بعد كده هتوظف الأسامبشن بحيث إنك أنت تتنبأ بالفوريكاست. تمام. بعد كده نتعلم ازاي نعمل اوديت او ازاي نراجع الموديل بتاعنا، يعني عشان لو في اي اخطاء. تمام. فيقول لك ايه الفاينانشال موديل. يقول لك هو ده عشان في السبريد شيت يعني في الشيت. تمام. بستخدمه عشان اقدر اعمل فوركاست للبيزنس بيرفورمانس. تمام. اللي بقى عشان تساعدني في اتخاذ القرارات. تمام. زي قرارات الشركة. تمام. زي البرفورمانس، زي الخطط الاستراتيجية. تمام. زي لو انا عايز امول او لو انا عايز استثمر في كذا زي معاملة الشركة يعني، سواء الميرج او الاكوزيشن او القرارات الاستثمارية زي الفاليوشن التقييم، أبحث الأسهم، إذا دير المحافظ الاستثمارية. تمام. كل ده إن شاء الله يعني هنتعلم. بيقول لك أنواع الفاينانشال موديل. عندي اللي هو الثري ستيتمنت موديل أول حاجة يعني. بداية من الثري ستيتمنت موديل اللي هو لازم يكون عندي البيز أو القاعدة عشان أوصل لتوب. فأنا لازم أبدأ بالثلاث قوائم اللي هما الانكم ستيتمنت، ثم بعد كده أعمل تحليل الدي سي اف اللي هي ديسكاونت كاش فلو، هناخدها إن شاء الله يعني. ثم بعد كده عندك تحليل السيناريو، كذلك تحليل الحساسية والمرج والاكوزيشن. تمام. وصلنا لل بي او يعني ان هو عايز يشوف كم الملاءة او كم الرافع اللي انا محتاجها، فلازم اي هرم يعني لازم يبدأ بقاعدة. وصلنا للتوب. بعد كده بيقول لك افضل تطبيق يعني للموديل. اي موديل عندي لازم يكون مكون من ثلاث انبوتس، والبروسيسنج اللي هي الكالكوليشن، ثم الاوتبوتس اللي هي الرسومات والخرائط. تمام. الانبوتس لازم تكون محددة بوضوح. كل assumption استخدم مرة واحدة او يدخل مره واحده، مش لازم. تمام. عمليه البروسيسنج او الكالكوليشن لازم تكون مفهومه. لو عندي معادله يعني طويله شويه اقسمها بحيث انه اي حد يجي بعد يراجع الموديل يقدر يفهمه. تمام. اذا تروفلو يعني سهل التتبع سهل المراجعه. بعد كده عندي الاوتبوت لازم تكون مقبوله او سهله الفهم وسهل كذلك التحديث. تمام. يعني تكون متأكتفة بحيث انه اي تغير في الاسامبشن يجي يظهر اسرع في الجرافس او في الاوتبوتس. تمام. زي ما قلنا او عندك البيست براكتس، لازم ان انا احدد
البروبلم أو مين هم المتخذي أو مين هم المستخدمي الموديل. يكون في وضوح، أستخدم أرقام قليلة. تمام. اللي هتفيدني في الموديل. أشوف الانبوتس هتساعدني إزاي للوصول للأوتبوتس. يكون عندي انتجريتي أو حاجة محددة يعني. وليكن مثلا في رينج معين أستخدم داتا فاليديشن. تمام. وكذلك الكونديشنال فورماتنج. أعمل اختبار للتست. سوري. أعمل اختبار للموديل، يعني عشان أشوف لو الموديل بيتفاعل معايا مصمم أو في أكريكريت أي تغيير في الأسامبشن يظهر أثره يعني. تمام. بعد كده عندك الصين إنه في النيجاتيف اكسبنس، يعني المصروفات بتظهر في قائمة الدخل. في ناس بتستخدمها كأرقام سالبة يعني. تمام. وفي ناس بتستخدمها كأرقام موجبة يعني. وفي ناس بتعمل كوم أو اسمه أو ميكس يعني، اللي هي بتخلي المصروفات موجبة. بتخلي المصروفات موجبة يعني لحد الاي بي اي تي، ثم بعد كده بتخليها بإشارة سالبة. أفضل حاجة إن هي تكون بالسالب عشان أستخدم الت يساوي. تمام. يعني تكون أسهل معي وأسرع يعني. هنا بيديك مقارنة ما بين الكومبلكس موديل اللي هي الموديل الصعب يعني أو المصمم بصعوبة، أو الموديل السهل أو البسيط جدا. تمام. ده بيكون فيه تفاصيل كثيرة. تمام. بيكون صعب جدا، بيكون عرضة للأخطاء. يعني كلما زادت التفاصيل كلما زادت نسبة الخطأ. أما السيمبل موديل بيكون أساسي جدا، سهل إنك تتبعه، لكن بيكون يعني فقير أو يعني يفقد يعني، مش هيديك الملاءة إنك كده تتخذ قرار يعني. يعني overly simplified. تمام. فأنا عايز أوظف جزء من ده وجزء من ده بحيث إن يبقى عندي بيست موديل. تمام. إنه يكون simple as possible، يعني سهل ممكن، لكن في enough detail، في تفاصيل يعني مقبولة تساعدني في اتخاذ القرار. تمام. بعد كده عندك الانبوتس، لازم تكون واضحة. تمام. تقدر تستخدمها بسهولة، مفهومة، ثانية كده تحدثها. تمام. زي ما قلنا تدخل مرة واحدة، تستخدم لون معين، غالبا ما بيكون البلو. تستخدم داتا فاليديشن أو الكونديشن فورماتنج. تعمل كومنت لو عايز توضح يعني حاجة معينة. بعد كده عندك البروسيسنج. تمام. تحاول تقللها على قد ما تقدر، تخليها مقبولة. لو حد اسمه اللي جاي بعدك يعني يبقى سهل يتبعها، ما يتوهش فيها. تمام. بعد كده عندك الاوتبوتس، ودي أهم شيء يعني بيبص عليها متخذ القرارات يعني. زي ما قلنا كده قبل كده، الناس دي ما عندهاش وقت إن هي تراجع مثلا الموديل وتشوف الاسامبشن وتشوف الدرايفرز. لا، يعني عايزة حاجة كده مجرد ما تبص عليها خلاص تديني رسومات أو تديني يعني اوفر فيو عن اللي حاصل، بحيث إن أنا أقدر أخد قرار يعني. تمام. بعد كده بيقول لك عندي نوعين من الابروتش او السبريد شيت. تمام. انه يكون في او يكون في شيت واحد. تمام. لما يكون في شيت واحد بيكون سهل انك تتبعه، تقدر تربط المعادلات بسهولة، يعني هتبقى نسبة الخطأ يعني قليلة لحد ما. تمام. لكن ده مفيد امتى؟ لو إن انا مثلا بدي مثال تمهيدي تدريبي، البيانات مش كبيرة جدا، على عكس لو كان عندي حجم بيانات وايد فلازم استخدم المالتي. تمام. هنا بيديك مميزات السنجل، يعني بيقول لك انك انت بنساعد انك انت تربط المعادلات ما بينه وبين بعض يعني. بتكون منظمة إلى حد ما يعني، مقبولة. تمام. بتكون واضحة، زي ما قلنا منظمة، سهل الاستخدام.
بعد كده عندك الفاينانشال فوركاستنج فريم ورك. هنبدأ بداية من الاسامبشن أو الدرايفرز أو اللي هي محركات الأداء، ثم الانكم ستيتمنت، دي اللي هي بتديك ملخص عن أرباح أو خسائر للشركة. وعندك البالانس شيت اللي هي قائمة المركز المالي، دي اللي هي بتعرض لك الأصول والالتزامات وكذلك الشير إكويتي عند نقطة معينة يعني. ثم بعد كده عندك الكاش فلو اللي هي قائمة التدفقات النقدية، دي بتوريك أو بتديك تقرير عن الفلوس اللي دفعتها الشركة أو اللي هي أخذتها يعني. تمام. بعد كده عندك السبورتنج سكيدول، دي أو اللي هي الجداول المؤيدة يعني نستخدمها، هنشوف كمان شوية. عندك أول حاجة بستخدم الهيستوريكال داتا، ثم بعد كده الاسامبشن أو الدرايفرز. بعد كده ببدأ أتنبأ من بداية من الريفينيو وصولا إلى الاي بي اي تي اللي هو الإيبيدا. تمام. ثم بعد كده أستخدم السبورت سكيدول عشان أقدر أعمل اللي هي الوركينج كابيتال، أو إن أنا أتنبأ برأس المال العامل اللي أنا هربطه في البالانس شيت. تمام. الحاجات دي كلها إن شاء الله يعني هتظهر عمليا أفضل، بس إحنا قلنا ندي الخطوات أو أوفر كاب كده أو أوفر فيو يعني عن الحاجات اللي هنستخدمها. ثم بعد كده ببدأ إن أنا أتنبأ ما بين الكابيتال أسيتس، سواء اللي هي الإكزيستنج أو اللي هي البوتنشال أو الكابكس اللي أنا أصرفها يعني، كذلك الديبريشيشن. تمام. ثم بعد كده أتنبأ بالكابيتال ستراكشر اللي هو هيكل الشركة يعني، سواء الإيكويتي كم الديت وكده. ثم بعد كده بعد ما أخلص البالانس شيت، تمام، أقدر بعد كده إن أنا أعمل كومبليت للكاش فلو. تمام. كل الحاجات دي إن شاء الله يعني هنطبقها عملي. مثال يكون مفصل جدا، لكن ده مجرد بس يعني عشان تبقى فاهم المفاهيم، تبقى فاهم الستيبز اللي هنمشي عليها. تمام. هنا بيقول لك عندك طرق التوقعات يعني. عندك التوب داون، انك انت تبدا من الماركت ووصل للريفينيو، او انك انت عندك البوتوم اب، انك انت تبدا بالوحدات اللي عندك في الشركه يعني لحد ما توصل للريفينيو. كذلك عندك الريجريشن، وفي نوعين دول، سواء السمبل او المالتيبل. تمام. انك انت يعني تشوف العلاقه ما بين الريفينيو والفاكتورز او العناصر الاخرى يعني. تمام. دي ان شاء الله هناخدها كمان قدام شويه. وعندك الاوفر، ودي أخذنا عن أو درسناها بالتفصيل في الفاينانشال أناليسيس. تمام. اللي هو بتشوف مدى التغير ما بين سنة إلى سنة يعني، هي أفضلهم هي أبسطهم. بعد كده هندخل على إنك أنت تتنبأ ما بين أو من الريفينيو وصول للإي بي أي دي الإي بي دا. أو بيقول لك إنك أنت تتنبأ من بالريفينيو والدايركت أوبريتنج إكسبنس. تمام. والإندايركت لحد ما توصل للإي بي دا. ثم بعد كده بتبتدي تشتغل على البالانس شيت باستخدام السبورتنج سكيدول. كل ده إن شاء الله هندرسه عملي أفضل يعني. كذا يعني تتنبأ ما بين أو تتنبأ بالجروس مارجن، وكذلك بالمصاريف التسويقية والإدارية يعني. يقول لك أحيانا بتكون مثلا نسبة من الريفينيو وال 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 والإندايركت يعني أحيانا بتكون كنسبة من الفيكسد كوست يعني في النسبة العمل يعني. ثم بعد كده تتنبأ بالوركينج كابيتال والبي بي إي كذلك اللي هي الأصول الثابتة. تمام. سواء الإكزيستنج أو الكابس. هتتنبأ بالوركينج كابيتال لازم باستخدام السبورتنج وتبين أثرها في البالانس شيت. تمام. وكذلك لو أنا هعمل بورشيز برضو أثرها بيظهر في الكاش فلو. الحاجات دي إن شاء الله يعني هنفهمها تفصيليا جدا
في المثال العملي. تمام. عندك الوركينج كابيتال اللي هي الاكونت ريسيفبل والانفنتوري والاكونت بيبل والكرنت لايبيليتي. عندك طريقتين او اسلوبين، يعني اسلوب مفصل واسلوب سهل وبسيط. انا عايز الوسط من بينهم، يعني عايز اشوف كم من الايام اللي انا بقدر احصل منها من العملاء، وكذلك عدد ايام المخزون، وكذلك عدد الايام اللي انا بستغرقها عشان اسدد للسبلايرز. هنا عندك الريسيفبل دايز زي ما درسناها في الفاينانشال اناليسيز، بيجيب اللي هو رصيد الاكونت ريسيفبل، بضربه في 365 يوم أو عدد الأيام في الفترة، مش لازم 365. بقسمه على السيلز من الانكم ستيتمنت عشان أجيب الريسيفبل. أضرب السيلز في الأكونت ريسيفبل دايز، تمام، وأقسم على 365. نفس الأكونت بيبل، عندي الأكونت بيبل دايز، بجيب رصيد الأكونت بيبل من الميزانية، تمام، بضربه في 365 اللي هو عدد الأيام في الفترة، بقسمه على الكوبس، تمام، عشان أجيب الفوركاست أكونت. تمام، بضرب الكوبس في الأكونت بيبل دايز، تمام، بقسم على 365. كذلك الانفنتوري، بجيب الانفنتوري بقسمه على الكوست اوف سولد، بضربه في 365 عشان أجيب أو عشان أتنبأ بالانفنتوري. تمام، بضرب الكوست اوف سولد في عدد الأيام المخزون وأقسم على 365. هيكل رأس المال سواء اللونج تيرم أو سواء اللي هي الإكويتي. فيديو بس يعني مش تفصيلي جدا، لكن كنظرة عامة يعني عن الحاجات اللي هنتعرض ليها أثناء حلنا المثال العملي الشامل يعني. ثم بعد ما خلصنا الحاجات اللي فوقها نبدأ نخلص أو نبدأ نكمل الكاش فلو ستيتمنت. زي ما قلنا هما 3 قوائم مربوطين ببعض. ببدأ بالإنكم ستيتمنت، ثم البالانس شيت، ثم نهاية بالكاش فلو. تمام، بحيث أي تغير في الأسامبشن أو الدرايفرز يظهر أسرع في الكاش فلو. تمام، زي ما قلنا الكاش فلو عبارة عن 3 أنشطة. تمام، الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية. إن شاء الله أشرحها لكم بشيء من التفصيل جدا يعني، حتى لو خرج السكوب. هنفهم كل الحاجات دي يعني. نهاية بقى هنعمل ريفيو أو نعمل أوديت عشان نتأكد إن الموديل بتاعنا يعني ما خالي من الأخطاء أو أي أخطاء محتملة يعني، سواء أخطاء في الربط، سواء يعني عندك يعني معادلة تم استخدامها، بدل ما استخدم معادلة استخدمت هارد كودed. الحاجات دي كلها إن شاء الله نستخدمها يعني، هنفهم كل الحاجات دي بشيء من التفصيل يعني. ده كان مجرد أوفر فيو عن الميديا ككل، اللي إن شاء الله هناخد مثال عملي شامل نطبق فيه كل حاجة وهنعيد شرح الحاجات دي. تمام، بحيث تكون فاهم كل المفاهيم اللي قلناها هنا. فنهاية لو كان في تقصير فمني، كان في كمان فالكمال لله وحده سبحانه وتعالى. وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.